السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير؟ المهم اليوم غادي تكون معنا قصة واقعية، ما تخيلوش شحال مشوقة. خليكم معكم يوسف، ولا خليوني نقول لكم الساحر والمشعوذ يوسف، واحد من كبار السحرة في المنطقة ديالنا. انا عارف غير سمعتو ساحر حتى واحد ما غادي يحملني، حيت غادي يقول عليا كافر ونجير. وعلم الله شحال من عائلة فرقتي، وشحال من انسان تآدى بسبب الاعمال السحرية ديالي. ولكن خليوني حتى نعاود لكم القصه ديالي عاد باش تحكموا عليا. هاد العالم الغامض والغريب، الا فكرتي غتحط فيه رجليك غانسى شي حاجه سميتها السعاده وراحه البال. وحتى الا فكرتي ترجع لطريق الله، هما ما غاديش يخليو، خاصك تبقى خادم ليهم حتى لاخر لحظه في حياتك. اما الا اختاريتي ترجع للطريق الصحيحه، الطريق ديال الله، غادي تآدى وغادي تآدي كل من هو قريب من عائلتك. غادي تشوفهم كيطيحوا واحد مورا الاخر وانت واقف في بلاصتك وما قادر دير والو، من غير حاجه وحده هي ترجع ليهم وتبدا معاهم صفحه جديده. بابهم ديما غادي يبقى مفتوح لكم. المهم كيف ما قلت لكم انا يوسف، والقصه بغيت نعاود لكم. طرات هذه 12 عام تقريبا. في ديك الفتره كان في عمري 23 عام. كنت الولد الوحيد ديال الوالديه، داكشي علاش كنت المدلل ديال وحاجه عاديه حيت ما عندهمش ابن اخر. انا كنت معروف بحاجه وحده، اي واحد سولتي عليه يوسف غادي يقولها لك، مبلي بشي حاجه سميتها القرايه. كان عندي واحد المكتبه صغيره في الدار، مزين الرفوف ديالها بجميع انواع الكتب اللي تقدر تطيح لكم على بالكم، دينيه، علميه، تاريخيه، قصص حضارات قديمه. ما نكذبش عليكم، كنت كنشوف الحياه بلا كتوبه ما فيها حتى شي سعاده. ما يمكنش ندوز شي نهار الا ما قريتش شي كتاب، واخا غير صفحات قلال. هادشي خلاني نكون متميز بين كاع الصحاب ديالي، وحتى في القرايه كنت ديما سابقهم درجه. وما حديش جبت لكم الموضوع ديال الكتوبه، انا كنت كنميل بزاف للكتب القديمه. هذوك الكتب الصفراء كيعجبوني حيت كيكونوا النسخ ديالهم محدوده، وحتى الا قلبتي عليهم في الانترنت بلا ما تحلم انك تلقاهم فابور، على العكس ديال الكتب الجديده اللي فين مشيتي كتلقاها فابور بي دي اف. يمكن هادشي اللي خلى قيمتها عندي زايده. ولكن واقيلا كيقول لي راسي الا قريتي هاد الكتب القدام غادي يكون عندي شي علم اللي نادر وما عندش الناس الاخرين. هكا كنت كنفكر. المهم طولت عليكم الموضوع ديال التعلق ديالي بالكتب، خليونا دابا نزيدو بالوقت شويه لقدام. في واحد النهار كنت جالس كنقرا في واحد الكتاب، شعلت ديك الفيزه اللي ديما كنشعلها اضاءتها خفيفه حتى غادي يقطع الانغماس ديالي الصوت ديال التليفون كيصوني. هذاك الاتصال المنحوس اللي غادي يقلب لي حياتي. هزيت التليفون، كان صاحبي يونس. دوزت المكالمه وقلت ليه: الو يونس، نهار كبير هذا اللي سولتي فيا. قلت له: شنو اخبارك؟ كلشي مزيان؟ قال لي: الحمد لله كلشي مزيان. اش اخبارك نتايا؟ بخير؟ كيف غادي مع الكتوبه ديالك؟ قال لي: انا عارف بلي في هذه اللحظه اللي صونيت عليك وكندوي معاك غتكون شاد شي كتاب كتقرا فيه، كاينه ولا ما كايناش؟ هذه حاجه باينه زعما ما تحتاج تسولني عليها وما يتناقشوش عليها جوج. قال لي: عرفتي علاش اتصلت بك؟ شنو بان لك ترتاح شي شويه من ديك القرايه؟ انا راه زكيت مع الدراري نديروا واحد الخريجه نفوجوا فيها. بدا العقل ديالي كيفكر: فين ناويين هادو يمشيو بيني وبينكم؟ انا ماشي من النوع اللي عنده مع الخرجات، انا واحد الكائن اللي بيتوتي كيف ما كنقولوا، عنده غير مع الدار وريحه القهوه والاوراق الصفرين ديال الكتوبه. هنا كنلقى راحتي كامله. قلت لي: يوسف، فين ناويين تمشيو بالسلامه؟ قال لي: بلي ناويين يمشيو يخيموا في واحد الغابه يوم ولا يومين ونرجعوا كاع، ومن هاني نبدلوا شي شويه الجو ديال الجامعه ونرجعوا بطاقه جديده. علاش لا؟ قال لي: بلي هما يونس وابراهيم وهشام وباقي ناقصهم واحد، وفكروا بلي نمشي معاهم حتى انا ونكون انا هو الشخص الرابع. شنو بالك تمشي معانا؟ واش من نيتك غابه؟ ماشي زعما خطر نخيموا في غابه؟ تخيلوا معايا نجلسوا تيطيح الظلام ويهجم علينا شي حيوان من الحيوانات ولا شي سطاح كاع. ما تضحكوش عليا، انا عارف راسي باللي خواف، وهذه هي التربيه ديالي. مولف غير الدار والكتوبه، مولفش بهذا الشيء ديال التخيام والخروج. بدا كيضحك يونس وقال لي: ما عرفتش بلي خواف لهاد الدرجه. المهم اسمع، الدراري بغاوك تمشي معنا وراهم مصرين، وانا كنأكد لك الا مشيتي معنا ما غاديش تندم، وغادي تبغينا نعاودوها في اقرب فرصه. في ديك الغابه اللي غادي يوقع ليا عمرو ما يسحب ليا. راه هادشي كله ماشي لخاطري، راه كنت جالس كنقرا في الكتاب ديالي، ما بيا ما عليا حتى غادي يتصلوا بيا. بغيت غير نعرف شنو هو الذنب ديالي في هادشي كامل. المهم خليوني نكمل لكم القصه. قطعت الخط على يونس وكملت القرايه في هذاك الكتاب حتى بديت كنحس بالعيا والنعاس.
المهم وجدت ساكي وخديت داكشي اللي غادي نحتاج معايا، ومن طبيعه الحال درت واحد 3 الكتوبه. راكم عارفيني راه البليه ديالي هادي وتحولت الادمان، والحمد لله مبلي بهذا الشيء ما مبليش بشي حاجه خايبه. سكيت بلاصتي وبديت كنفكر في هذه الرحله. هاد فكرت باللي يونس راه ما قالش لي الوقت اللي غادي يدوزو عندي باش نمشيو فيه. نسيت ما قلت لكم بلي ابراهيم عنده واحد الطوموبيل وغالبا هو اللي غيدينا. المهم عينيا تسدو وانا كنفكر في هذا الشيء، حتى غادي يفيقني الصوت ديال تليفوني. كان يونس اللي كيصوني مع ديك 6 الصباح تقريبا. المهم حليت الخط وجاوبت. قال لي باينه فيك العيان باقي في الفراش، غا الصوت ديالك وريحه النعاس كضرب من التليفون. راه زعما دايرين غادي نخرجوا اليوم، واش وجدتي راسك بعدا؟ قلت له واش الذنب ديالي؟ انت اللي ما قلتيش ليا البارح الوقيته ماش غاديين. قال لي المهم ما عليناش، نوض دابا وجد راسك، نص ساعه نلقاوك قدام باب دارك. المهم غسلت عليا وفطرت واحد الفطور خفيف، هزيت الساكادو ديالي ونزلت مع الدروج. ريحت حدا الباب كنتسنى في الدراري حتى يوصلوا، ها هما تيبانوا ليا حتى وقفوا قدامي. يونس غادي ينزل الدجاج ديال جيسو وقال لي واش العيان؟ قال لي خايف من حيوان يهجم علينا في الغابه. وبداو الجوج الاخرين كيضحكوا، باين بلي يونس عاود ليهم داكشي اللي طرا البارح. المهم قلت ليه خليونا دابا من هذا الشيء. حليت الكوف وحطيت الساكادو ديالي ودخلت للطوموبيل. كان ابراهيم مخدم الموسيقى كيف العاده ديالو. نسيت ما قلتش لكم بلي ابراهيم مبلي بشي حاجه سميتها الموسيقى كيف ما انا مبلي بالكتوبه. نقدر نقول لكم ما كيخليش الودن ديالو ترتاح نهار كامل وهو موسيقى. ونسيت ما قلت لكم بلي الدراري بثلاثه صحابي من ايامات الثانويه. غا دخلت وقلت لابراهيم وصاحبي على الصباح طلق لنا الموسيقى، بدل علينا غير شي شويه، بدا صباح قران ولا اذكار، ولا ما بغيتيش اسيدي غير شي اناشيد اسلاميه. المهم ما غاديش يدار بهضرتي كيف ما العاده، وبقاو شادين فيا ومطلعين عليا. ما عرفتش انا واش جايين باش نفوجوا ونخرجوا ولا جايين باش يشدوا فيا. حتى لواحد الوقت وانا نقول لهم واش لهاد الدرجه هاد الغابه باقا بعيده؟ شفت هاد الشيء تيطول بزاف هاد الدراري، هادي راه ماشي خرجه، ولينا في الصفيره. قلت لابراهيم طفي علينا عاوتاني دوك الاغاني، ولا على الاقل غنقص ليا شويه، راه فرعتي لنا راسنا. قال لي شنو بغيتي تسمع؟ نقص هشام وقال لي شوف دير ليه شي قصه تكون ديال الجن، مع هو خواف داكشي اللي غادي يجيب ليه التمام. قال ليه ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحنا غاديين شادين الطريق وسط الغابه، ما باغيش كاع نذكرهم ولا نجبد السيره ديالهم. قال لنا هشام وهو كيضحك كاملكم طلعتوا خوافه ولا شنو؟ عادي الدراري، انا ديما كنسمع القصص ديالهم، ولا بغيتو كاع نعاود لكم شي قصه من القصص. صراحه القصص ديالهم كتحسك بواحد الاحساس اللي غريب بالداخل ديالك، فاش كتطفي الضو بالليل وكتسمع القصه مع شي كاسك كبير، كتسمع دوك الاصوات وكتعيش تجربه رعب حقيقيه. ما عرفتش علاش انني كيعجبني هذا النوع، ما عرفتش كل واحد الذوق ديالو. قال لنا على فكره راه القصص ديالهم كتكون زوينه وغادي تعجبكم انا متاكد، بحال القصص ديال الجن المسلم. ما عرفتش واش فايت لكم سمعتوها ولا لا. قال لي ابراهيم الا بحال هكذايا طلق لينا شي قصه نسمعوها ونتونسوا بها في هذا الطريق، وما نجيو فين نوصلوا للغابه نعيشوا الرعب بعض المرات كيكون ممتع. ياك الدراري كيشوف فينا من المرايه اللي كتبين الكراسه اللور، ولكن انا ويونس ساكتين زعما ما مسوقينش. قطعتهم وقلت لابراهيم ابراهيم فين هي الغابه اللي عاودتي لي عليها؟ ياك ما ضيعت الطريق؟ قال لي لا حنا قرابين، مالك زربانه صاحبي. انا اختاريت هاد الغابه بالضبط حيت بعيده وفيها شي مناظر اللي يا سلام. كنوعدكم ما غاديش تندموا الدراري حيت مشيتوا معايا، وغادي تبقاو كل مره مصدعين ليا راسي باش نجيبكم ليها. ونزيدكم واحد الحاجه من الفوق، الغابه كتكون خاويه، يعني بلا صداع ديال بنادم غادي نفصلوا على شي حاجه سميتها العالم الخارجي، وحتى الريزو ما كاينش، غادي تعيشوا واحد التخييم على حقها وطريقه. قلت لابراهيم اجي بعدا انت فايت خيمتي في هاد الغابه؟ قال لي لا، ولكن واحد الدري صاحبي سمعت منه على هاد الغابه باللي فيها الهدوء والراحه النفسيه في الداخل ديالها، حيت كتكون خاويه وامنه، ونصحني باش نمشي ونخيموا فيها ونشوف هاد المناظر. قلت ليه الله يخرج هاد التخييمه على خير وصافي، ما نعرف فين دايني نتايا. المهم وصلنا للخير ديال الطريق، هنا خاصنا نحطوا الطوموبيل وندخلوا على رجلينا نكملوا الطريق. بدينا كنهبطوا الخيام والماتيريال ديال التخييم، كانوا 2 خيمات صغار كل وحده غادي ينعسوا الداخل ديالها 2. المهم هبطنا كلشي ديال التخييم
قبل ما نتحركوا قال لنا ابراهيم الدراري واحد دقيقه، غادي يحل واحد البلاصه اللي هي سريه وغادي تطلع واحد البندقيه ديال الصيد. انا شفت داكشي تصدمت، قلت لي شنو هادشي، علاش جايب هادشي؟ حيت الدراري الاخرين كانوا مصدومين وما فاهمين والو، يعني ما كانش في خبرهم بلا السيد جايبها معاه. قال لنا ما تخافوش، هذه غير بندقيه ديال الوالد الله يرحمه، راها مرخصه بالوراق ديالها، راها مرخصه وكل شيء زعما راها بالوراق ديالها، راه ما عندكم مناش تخافوا قانونيا. انا جبتها معايا لهنايا غير باش تكون حمايه لينا. سبحان الله، لا تسلط علينا شي مخلوق شي حيوان ولا حتى بنادم كاع، ما نعرفوا شنو يقدر يصادفنا في هذه الغابه. ومن هاي لقينا ما نصيطوه ونشبعوا اللحم مع راساتنا. الصراحه داك الاحساس ديال الخوف بدا كينقص مني بشويه. على اي حال، فاش يكون معك السلاح الناري ما يقدر حتى شي واحد يقرب منك، حيوان ولا بنادم. دخلنا وغرقنا مزيان وسط الغابه، حتى لقينا واحد البلاصه اللي مثاليه وزوينه، يعني بلاصه ديال التخييم. الحاجه اللي عجبتنا فيها حداها واحد العين، الماء ديالها حلو وصافي. ما نكذبش عليكم، بديت كنحس معاهم باللي كل ما جيتش كنت غادي ندم، حيت هنا كاينه واحد الراحه نفسيه في شكل ما عمري حسيت بها، ما عرفتش علاش. المهم هبطنا الخيام وقديناهم، جمعنا العواد على ودية العافيه، نضينا كل شيء وبدا الغروب ديال الشمس. نصبنا العشاء بكري باش هكا نعسو نفيقو بكري، والغد ليه نتسراو وسط الغابه ونستكشفوها من داخل. تعشينا وبدا الظلام كيطيح، ما عرفتش علاش داك الهدوء وديك الراحه النفسيه ديال قبيله تحولات لخوف. كنشوف في الدراري وحتى هما باين عليهم الخوف، ما عرفتش علاش قلت حاجه عاديه. اصلا حنا دابا وسط غابه خاويه من بنادم ومغرقين داخل، حتى من الريزو ما كاينش. بالحق تفكرت بندقيه ديال تبات ابراهيم، كاع الا وقعت شي حاجه راه غادي تحل لنا المشكل. بقينا كنهضروا هضره من هذا وهضره من داك حتى جبدنا وتفكرنا ايامات الثانويه. فجاه غادي يقطع واحد الصوت الهضره ديالنا، غير سمعنا داكشي كلشي تجمد من الخوف بلاصتو. كي صوت ديال الانسان ولكن بواحد اللغه اللي غريبه وواحد اللهجه اللي مخربقه، بحال تقول صوت غليظ. ما عرفتش، بحال ضربوا البرد وتبدل ليه الصوت ديالو. بدينا كنشوفوا في بعضياتنا وحنا مصدومين. ابراهيم هز البندقيه في يديه وتهيأ لا قدر الله توقع شي حاجه. قال لنا هشام سمعتوا هادشي اللي سمعت دابايا؟ معقوله يكون معنا شي حد هنا؟ الغابه راه معزوله. قال لنا يونس الدراري عادي، ممكن يكونوا ناس جاو يخيموا هنايا بحالنا بحالهم، فين كاين المشكل زعما؟ قلت لهم بصح ومنطقيه. كنبرد على راسي وكنبرد عليهم. واخا كاع يكون شي واحد اللي مخيم حدانا، ولكن هذاك الصوت راه غريب. بلاتي يقدر يكون شي حمق تالف هنايا وسط الغابه. انا قلت لهم خليونا نمشيو ونشوفوا المصدر ديال هذا الصوت منين جاي. الصراحه ابراهيم هو الوحيد اللي وافقني في هضرتي، الجوج الاخرين بقاو وما بغاوش يمشيو معانا، خافوا، وهما اللي كانوا كيضحكوا عليا من قبل وتيقولوا لي خوافوا بالخصوص يونس. قالوا لي الا بغيتي سير انت وحنا غنبقاو هنا نتسناوكم، ما تعرف يكون شي سفاح ولا شي مخلوق. قلت للدراري خليوكم نتوما هنايا وبارك عليا من الهضره الخاويه وصافي. ابراهيم غادي يهز البندقيه وقال لي يلا معايا نشوفوا هذا الشيء منين جاي. مشينا دخلنا وسط الشجر وكل واحد فينا كان عنده ضوايه ديال الليل، والدراري الاخرين كانوا جالسين كيتسناو فينا حدا العافيه ونقولوا لهم شنو لقينا تما. بقينا متبعين داك الصوت، والصوت غادي وكيبعد علينا بحال كيجبدنا لعندو بهير بالحيله. حتى لواحد اللحظه الصوت دقه وحده غادي يحبس. المهم قال لي يا ابراهيم وجد راسك، ممكن نلقاو اي حاجه، حيوان ولا بنادم، وحنا غاديين عشوائيين وسط الغابه. واخا غاديين كنا كنرشموا الطريق ديالنا باش ما نضيعوهاش وسط الغابه. كلما كنبعدوا كنخليو شي علامه ولا شي رشمه زعما باش ما نتلفوش. حتى لواحد اللحظه غادي نشوفوا بحال شي الضو ديال العافيه كيبان من بعيد. قلت لابراهيم باين بلي شي حد مخيم تما. ابراهيم خبي هذاك السلاح ديالك ما تبينوش باش ما نخلعوهمش، خلينا غير نشوفوا نتاكدوا بلي راه كاين شي حد ونطمنوا ونرجعوا. ديك الساعه بدينا كنقرب شويه بشويه المصدر ديال الاضاءه والعافيه، حتى هي هذيك الساعه بدينا كنقربوا بشويه بشويه من المصدر ديال ديك الاضاءه. هذه راه عافيه. حتى لواحد اللحظه غادي نتصدموا الصدمه ديال حياتنا، هذا ماشي ضوء، هذه ماشي عافيه، هادو شموعه.
شموعة كبار محطوطين بواحد الشكل اللي متوازي ودائري. في وسط هاد الشموعة مرسومة واحد النجمة بمادة اللي كحلة بحال تقول شي رماد. ما عرفناش باش تبلينا الصراحة. ماشي هادي هي المصيبة هي وسط هاد النجمة كانوا جوج جمجمات بشرية محطوطة في الوسط ديالهم، وقدامهم واحد الكتاب اللي باين عليه قديم بزاف والورق ديالو متهالكه. شفت ابراهيم وابراهيم بقى كيشوف فيا. اشنو هاد المصيبه اللي دخلنا لها ريوسنا؟ باين هادشي عنده علاقه بالعالم الاخر. شي حد كان كيستحضر شي حاجه، شي جن ولا شيطان ولا شي مصيبه كحله. المهم اللي عرفنا انه شي حد كيدير شي حاجه متعلقه بالسحر والشعوذه. ولكن فين هذا اللي جاب الشموعه؟ وشنو كيدير دابا؟ مشيت انايا كنقرب بشوي بشوي وكنقلب بالضوايه ديالي ياك ما تبان ليا شي حاجه. شنو لقيت؟ مربعات وطلاسم وكلام اللي غريب ما مفهومش. مربعات وطلاسم وكلام اللي غريب وما مفهومش. صوروا اشكال غريبه ديال مخلوقات مرسومه. غادي يقطع الدهشه ديالنا الصوت ديال داك الراجل. باين من الصوت انه راجل كبير كيقول بالحرف نزل الكتاب من يدك، نزل الكتاب بلاصتو. درنا مخلوعين وغادي نلقاو قدامنا واحد الراجل اللي كبير وطاعن في السن، يكون في ديك الثمانينيات من العمر ديالو. لابس واحد العبايه كحله ما تحمل تشوفها، بحال دوك العبايات اللي كانوا كيلبسوا دوك الجلادين في ايام محاكم التفتيش. غيتوب بوحدو كيخلع. رجعت بخطوات اللور ونطق وقال اش وصلكم عندي؟ الكتاب فينا هو؟ انا كان باقي عندي في يديا وكان مفتوح. نطق الراجل الشارف قال لي يوسف وياك تقرا حرف واحد من داك الكتاب. انا غير سمعت سميتي بالخوف غادي يطيح ليا الكتاب من يديا. قلت ليه يوسف كيفاش قدرتي تعرف السميه ديالي؟ فين كتعرفني؟ بدا كيضحك وقال لي انا عارف كل شيء عليك وعليه وعليهم. قلت ليه عليهم شنو كتقصد وكيفاش عرفتي سميتي؟ قال ليه ابراهيم شكون نتايا وشنو كدير هنا؟ ولاش حطيت الشموعه ورسم هادشي؟ انت اللي كنتي كدير دوك الاصوات قبيله باش تخوفنا وتجيبنا لهنايا ياك؟ قال لي داك الراجل هادشي ما كيهمكش نتايا وما تعاودش تسولني مره اخرى. قال لي ابراهيم خبارك راه معايا هادي، وغاور ديك البندقيه ديال الصيد زعما كيحاول يهددو شويه. وقال ليه انت راجل كبير وشارف، حنايا راه بربعه باقيين جوج اخرين لهيها وغادي يلحقوا علينا غير يسمعوا صوت الرصاص. قبل ما يكمل ابراهيم هضرته قال ليه يونس هشام هادو هما الاسماء ديالهم. ابراهيم غادي يسكت، غادي يتسمر في بلاصتو. لا هذا ماشي راجل عادي وكيفاش عرف السميات ديالهم؟ قال ليه مالك ابراهيم شدك تسمرتي ولا تقداو ليك؟ قال ليه هو كيضحك انا غادي نوريكم الراجل الشيباني والشارف علاش قاد. وبدا كيخربق بشي كلام اللي غريب وكيتمتم بشي كلمات اللي ما مفهوماش. واحد اللهجه اللي مخربقه كتحسو بحال كيتوسل لشي واحد غير من الملامح ديال وجهه بين كيتوسل. علم الله هذا علاش ناوي. عقلت على واحد الكتاب كنت قريته شحال هادي، واحد الكتاب اللي تيهضر على التوسلات الشيطانيه. معقول يكون كيحضر شي جن ولا شيطان باش يأذينا؟ كنلقى ابراهيم اللي كان واقف حدايا الوجه ديالو عامر بالدم وكيغوت بحال شي حد جرحو بشي حاجه، شي جزوار هذا ولا شي آلة حاده. ولكن شكون اللي دار فيه هذا الشيء؟ ابراهيم غير كيغوت قدامي وانا ما عارف ما ندير ليه. طاح الارض وبدا كيتركل بحال شي حد كيضربو. ولكن كيفاش وشكون هذا اللي كيضربو؟ انا ما تنشوف والو قدامي. ابراهيم طايح وكيتركل والراجل الشارف كيقرا وكيتوسل وكيدير في دوك الطقوس ديالو. كنت باغي نهرب ولكن رجلي تقالوا عليا، كنحس باللي ما قادش نحركهم كاع من بلاصتهم. هنا طاحت عليا واحد الفكره ما عرفتش فين كانت غابره عليا، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي تقدر تغلبهم، هي القران. بديت كنقرا البدايات ديال سوره البقره حتى دقه وحده هذا الراجل الكبير غادي يطيح على الارض بحال القوه ديالو بدات كتضعف. بقيت انا كنكمل في القرايه ديالي وهو كيدير ليا بحال هكا زعما وقف حبس ما بقاش قادر يخرجها من فمه. ما عرفتش علاش حاس بحال شي قوه خفيه كتعكس ليا القرايه، بحال تقول الفم ديالي كيتقال ولا اللسان ديالي كيتعقد. انا كنقرا القران وسوره البقره اللي حافظها عن ظهر قلب، ولكن لساني كيتعقد وكيتقال عليا وما حدي كنقاوم داكشي حيت القران هو الحل الوحيد اللي قدامي، ما عندي حتى شي حل اخر. حتى دقه واحده الراجل غادي يطيح وغادي يطلق واحد الغوته. انا ديك الساعه عاد طلقت من ديك الحاله اللي كنت فيها. ابراهيم كان طايح الارض وتقريبا فاقد الوعي ديالو. انا هنا درت واحد الحاجه اللي صراحه لحد اليوم ما عرفتش علاش درتها. واش خوفا من داك الراجل ولا انتقاما في داكشي اللي دار في ابراهيم؟
خديت البندقيه ومشيت لعندو وهو طايح في الارض وتيريت فيه. قتلته، خويت فيه جوج القتل اللي كانوا في